تصريح خطير من مدرب ليفربول أرني سلوت يفاجئ به محمد صلاح بعد إحراز هدفين في مرمى ساوثهامبتون، ويهاجم الفيفا والويفا بسبب محمد صلاح. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لمحمد صلاح فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطوا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون في المباراة التي تألق فيها محمد صلاح، والذي أحرز فيها هدفين ليغرد ليفربول بالصدارة منفردا قبل مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل. فقد صرح أرني سلوت مدرب ليفربول بعد هذه المباراة مباشرة وقال: لقد أنقذنا محمد صلاح في هذه المباراة بعد أن كنا متأخرين أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن محمد صلاح كعادته دائما هو المنقذ. وسأله الصحفي: متى ستجدد إدارة ليفربول عقد محمد صلاح؟ فرد وقال: بداية أنا كنت لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع قبل مجيئي أساسا إلى ليفربول، وكنت أتوقع أن محمد صلاح سيذهب إلى باريس سان جيرمان أو الدوري السعودي، ولكن محمد صلاح فاجأني بهذا المستوى. نحن نعلم جيدا أن محمد صلاح من الممكن أن يمضي لأي نادي آخر خلال شهر يناير المقبل، وأنا أطمئن جماهير ليفربول أن إدارة النادي ستجدد لمحمد صلاح وبراتب أسبوعي خيالي لأنه يستحق ذلك. فنحن بدون محمد صلاح مثل برشلونة بدون ميسي. فأين محمد صلاح من الكرة الذهبية؟ وأين محمد صلاح من جوائز الفيفا؟ فصلاح يستحق الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم. أعتقد الكل يشهد أن محمد صلاح هو من كان يستحق الكرة الذهبية، وأنا لا أتحدث في هذا العام فقط، بل أتحدث عن الأعوام السابقة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.